حاسس ان في حاجة اتغيرت في شخصيتك في السنتين ثلاثة دول اللي درست فيهم تكنولوجي؟ ايه بقى اللي حصل؟ انا قبليها مم. كنت يعني كان ما عنديش اصحاب، كنت قاعد في البيت وكنت بزعل لغايه اما سمعت مم. حاجه بيتكلم برمجه. خلونا نرحب بضيفنا النهاردة. حمزة، ازيك؟ الحمد لله. حلو. آه، كله تمام. كله تمام جدا. عندك كام سنة بقى يا حمزة؟ انا عندي 10 سنين. سنة كام؟ 5 ابتدائي. 5 ابتدائي. مم. بقالك كام سنة بقى بتدرس يعني تكنولوجي وروبوت؟ يعني من 2.5 لغايه 3 سنين. 3 سنين. اه دخلت مسابقات بقى وخدت كورسات وحاجات كده؟ خدت مسابقات وكورسات. خدت مسابقات ايه اللي دخلتها بقى؟ اول مسابقه خالص هي كان ماستر بيس، كنت وقتها مش عارف اعمل ايه، لكن لما اول دخلت وفهمت مم. لكن كنت اعتبره حاجه سهله او محتاج تفكير عالي وبس. ايه بقى عملت ايه في ماستر بيس؟ احنا عملنا كونسرت كده، مم. شغلنا فيه سبايك، احنا جبنا شخصيات كده معاهم ميكروفون صغير كده، كاستيومز، وجبنا الانوار بتاع السبايك وقلنا له مثلا لما الاغنيه تبدا خلي لون معين وتغير لثانيه. وبقى والمسابقة اللي بعدها كانت ايه؟ سمرت. سبمرجت، عملت فيها ايه؟ عملنا فيها ترتل كان تورتل؟ اسمه الليزر باك ترتل. تتحرك ولا ثابتة بقى ولا ايه؟ لا مش ثابتة. احنا تتحرك؟ كنا عاملينه يتحرك. تتحرك ازاي بقى؟ هو كان عبارة عن ترتل واقف كده مم. وايده عاملة كده، يعني كل الحتة دي متغطية، مم. بيتحرك ايده كده. ايه اللي بيخليها تتحرك بقى؟ بالموتور. وايه اللي الموتور؟ هل بتعمل لها بروجرام مثلا؟ هي بتعمل لها بروجرام. انت ايه اللي غاوي تعمل بروجرام؟ يعني عارف بتحب البروجرامينج ايوه كده؟ بحب البروجرامينج قوي. تكتب لغات برمجة ايه بقى؟ الحاجات البرمجة لا دي؟ انا بحب البرمجة. مم. انا بحب كذا برمجة قول احكي لي عليه. بس اكتر 2 مم. كودو وسكراتش. كود وسكراتش. تعمل بيهم حاجات حلوة؟ ايوه كودو. دخلت كورس في التكنو وكان حلو اوي. طب حلو. انا لقيته. عملت بروجكت بيه ولا حاجة؟ ايوه انا عملت عملت ايه؟ انا كنت عامل عبارة عن موتور سايكل وفي كانون. الكانون هيحاول يشوط عليا وفي قلب. انا كل لما المس القلب ده الهيلث يزيد ل25%. وانا في حتة لو وفي شجرة لما التفاحة تعمل لو حطيناها في اللون ده هيتحسب ببوينت، وهو عشان تكسب لازم 5 بوينتات. انت شاطر يا حمزة على فكرة أوي. شكرا. بجد والله. شكرا. انت غاوي تطلع ايه بقى؟ حابب تطلع ايه؟ انا ناوي اكون مهندس كمبيوتر الكترونكس. واو. طب انت شايف بقى المستقبل بتاع التكنولوجي دي مثلا؟ لا ممكن الفصل المدرسة بتاعتك يبقى شكله عامل ازاي؟ انا شايف فصل المدرسة مثلا مش هيكون صغير، ولا مثلا المدرسات الحكومية مم. ممكن تكون انضف بكتير، وتكون الحاجات اتطورت وفي ناس يعرفوا يخشوا مدارس ان شاء الله. التكنولوجيا بقى ممكن تطور التعليم ازاي مثلا؟ تطور مثلا احنا ممكن ما يكونش في بروجيكتور وفي سكرينة كبيرة جدا يعني اي حد من الفصل يشوف ممكن تكون لابسين مثلا في ار كده وتشوفوا حاجات مجسمة بقى في الفيرتشوال رياليتي. يعني احنا مثلا لو شغلنا فيديو ممكن في المستقبل يكون في ار عشان تخيل مثلا. يعني احنا في درس ساينس مثلا بيجيب لنا على ايه اللي بيحصل جوه البحر لما الكورال مثلا يحصل لها بليشنج. مثلا ممكن بقى في الفصل ده تلاقي اللي بيشرح ممكن يكون ممكن يكون روبوت بجد؟ او ممكن يكون مدرس بس معاه حاجات الكترونكس. ويبقى الشنطة بتاعتك فيها شكلها ايه بقى؟ مثلا ممكن يكون مفيهاش كتب، ممكن يكون فيها ايبادز مثلا ايوه. متطورة بدل ما نستخدم كتب وتكون تقيلة. يبقى الفي ار بتاعك والتابلت وممكن الفي بتاعك. ار والتابلت. يعني احنا لو في حصة انجلش وهنحل اسئلة ممكن ناخد التابلت نحل منه بدل ما نطلع كذا كتب ونكتب. طيب حمزة، انت حاسس ان في حاجة اتغيرت في شخصيتك في السنتين ثلاثة دول اللي درست فيهم تكنولوجي؟ ايه بقى اللي حصل؟ انا قبليها مم. كنت يعني كان ما عنديش اصحاب، كنت قاعد في البيت وكنت بزعل لغايه اما سمعت حاجه بيتكلم برمجه.
طب بقى عندك بقى صحاب وبقت عندي اصحاب كتير. حلو أوي. والتيم بتاعك بقى كله فيه تيم وورك وتغير في شخصيتك وبقت تيم ورك. بتتكلم لا وبتنقل لا اكتر ايوه وكده. ايوه، يعني احنا من اول يوم احنا كنا مش عارفين نتكلم ولا عارفين نقول ايه، اه. من كتر مش عارفين بعض طبعا ناس غريبة. لكن الكور فاليوز علمنا التيم وورك. الجامد ده. الكور فاليوز يعلمنا التيم وورك، ايوه. ومهما ما حد مش عارفنا نعرفه علينا ونوريه على احنا مش ناس غريبة. شايف الناس اللي لسه ما دخلتش لغايه دلوقتي ما بتتعلمش بقى تكنولوجي ولا اي حاجه دول، انا انصح ليكم تستخدموا التكنولوجي، وهيكون في روبوتس وهيكون في بروجرامينج، فده هيسهل في العالم. حمزه انا مبسوط جدا، شكرا. وان شاء الله تبقى مهندس قد الدنيا ان شاء الله، وتصنع روبوتات وتعمل شغل جامد وتكسر الدنيا بقى ان جامد. شاء الله. شكرا يا حمزه ونورتنا. شكرا. شكرا.